السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في يوم جميل وسعيد، وإن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسلامة. وحشني جدا 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 يا أحلى ناس في الدنيا. من زمان ما عملتش فيديوهات، وأخيرا لقيت الوقت المناسب اللي أنا أعمل فيه فيديو في الصيف بقى، والصيف سعيد إن شاء الله. فأنا أخيرا خدت أجازة من فترة طويلة جدا. أنا رايح ولاية تانية اسمها ويومينج، هي مش مشهورة، هي في الشمال، وهروح في حتة اسمها جاكسون هول ويومينج. المدينة دي يا جماعة بتشتهر بالمناظر الطبيعية والجو الهادي والجمال الطبيعة والحيوانات البرية، والمناظر هناك جميلة جدا جدا جدا. وإن شاء الله أوريكم حاجات كويسة جدا تنبسطوا بيها. فأنا إن شاء الله رايح لواحد صاحبي هناك ما شفتوش بقى لي 10 سنين، فهو عايش هناك لسه، فأنا هروح له وهزوره هناك وهقضي 3 أيام هناك. فزي ما انتم شايفين في الباك جراوند يا جماعه في جراسيك بارك موفي، انا بحبه جدا، فانا بحب شويه اكشن وحاجات كده. فبصراحه يعني انا وحشني جدا جو الهدوء والطبيعه، فالواحد هنا لازم يفضل جنب الشغل وكده. فقلت فرصه اللي انا اروح بقى اخد 3-4 ايام واعيش هناك في الجو الجميل ده، واخدكم ان شاء الله في اجازه حلوه وتشوفوا المناظر الجميله معايا وكده. فانا دلوقتي ساكن في سان فرانسيسكو، فانا دلوقتي هاخد مطار سان فرانسيسكو وهطير على تاون جاكسون هول ويومينج. ويلا يا جماعه نروح نشوف مطار سان فرانسيسكو. فبعد ما عملت تشيك ان يا جماعه دخلت المطار زي ما انتم شايفين، فلسه الرحله بتاعتي ما ظهرتش على الشاشه، فانا هلف شويه في المطار لغايه لما يجي الميعاد بتاعي. فانا رايح دلوقتي اشوف مكان اقعد فيه اكل، عشان فاضل لي ساعه ونص على الدخول للطياره. زي ما انتم شايفين انا قاعد دلوقتي في كافيتيريا بتبيع اكل، يعني اخد لي سندوتش برجر او حاجه وقبل ما اخش الطياره. فطلبت من الاكل بقى وزمانه جاي، لسه ساعه. فانا دلوقتي مستني الطياره بتاعتي البوابه. ف زي ما انتم شايفين البوابة لسه ما فتحتش. دي 3 على جاكسون، مكتوبة جاكسون، تمام. انا لسه واصل دلوقتي، فما نمتش من امبارح. فزي ما انتم شايفين الاجواء لسه الصبح، يعني في جاكسون هول في هنا الدنيا بتشتي الصبح، بس الجو مش بارد خالص. لان سان فرانسيسكو وانا قاعد هناك الجو كان مشمس على الساعه 11، بس دلوقتي هنا في جاكسون هول الدنيا بتمطر بس الجو كويس. زي ما انتم شايفين يا جماعه الطبيعه والمكان المختلف وجمال التاون. فانا نسيت اقول لكم ان التاون ديت بتشتهر بالعادات والتقاليد الكاوبويز. بتلاقي مثلا زي ما يكون الناس بتلبس الطاقيه اللي هي الكبيره دي، البورنيطه دي. المكان ده هنا بتاعهم. فزي ما انتم شايفين تلاقي الستايل جاي شويه على كانتري سايد، ودي المدينه ديت بتشتهر بالبوابه ديت، معموله كلها من قرون الالك، حيوان الالك اسمه الالك. القرون دي بتتسقط منه كل مش عارف كام شهر كده او كل كام سنه، فبيلموها وبيعملوا بيها اشكال بالبتاع. ايوه بالظبط، الالك، حيوان الالك. فبيقع منه القرن ده، عشان كده عاملين منه الارج ده. زي ما انتم شايفين بياخدوا تور هنا، بتاخد الحنطور ده وتلف بيه في المكان. فحاجه كويسه جدا للسياح هنا. 10 سنين 2014 كنت باجي ماكدونالدز هنا اشتري الايس كوفي بالهازل نوت ده بطعم البندق، فقلت اشتري واخد اول شطه، رجعتني لايام زمان. شايفين يا جماعه البيوت اللي فوق الجبال، والجبل ده عامل ازاي.
طبيعة حاجة زي ما انتم شايفين يا جماعة، جمال المكان وحلاوة المكان. شايفين هناك خالص، هناك في تلفريك جندولا، اسمها هنا جندولا، بتطلع الناس فوق على الجبل هناك. فان شاء الله نروح نشوف ايه الجمال ده مع بعض قريب زي ما انتم شايفين كده بالظبط. زي ما انتم شايفين الجندولا دي زي تلفريك بيطلع هنا كده لفوق. في مطعم فوق، يعني في مطعم فوق، المكان عالي جدا جدا جدا، فبتشوف كل جاكسون هول من فوق. فالدنيا هنا هاديه، تلاقي الناس مش كتير بيعملوا اكتيفيتيز بيلعبوا. الساعه دلوقتي حوالي 8 الا ربع ولسه الجو كويس. زي ما انت شايف، زي ما انتم شايفين المكان عن قرب. تحفه تحفه، تطلع فوق، راشق في السحاب، راشق في السحاب خالص، تطلع فوق خالص يعني. حلو. فين الدب ده يا جماعه؟ مش هتصدقوا، ده حقيقي 100%، محنط، وكل الحيوانات دي كلها حقيقي، حتى الجلود اللي موجوده دي حقيقي. ده كل الحيوانات دي في المكان ده. ده بقى المكان اللي يتقال عليه امريكا فعلا الاصليه، الناس النيتيف اللي هم عايشين فيها في الاول، هو هنا المكان. فعشان كده بتلاقيهم لابسين بناطيل طويله ومعاهم ايه، مسدسات في جنابهم كده معظم الوقت، بيلبسوا الطاقيات دي. واو، جميل جدا. دي بافالو، اسمها بايسون، مشهوره هنا، وكمان بيتعمل منها البرجر، والمكان مشهور هنا. الناس بتيجي من جميع انحاء امريكا عشان تاكل اللحم بتاع البايسون هنا، اجود انواع البايسون. البايسون ده حيوان اليف، بس لو قربت منه يعني لازم تخلي بالك من القرن ده. القرن ده حامي جدا حقيقي الحيوان ده، بس محنط. التحنيط هنا برضو يا جماعه طبعا. فده اول يوم يا جماعه، فانا اعمل لكم بارت 2 الجزء الثاني، فهنكمل بقيه الفيديو بكره او بعده. احاول اعمل حاجه جديده، بيبقى عندنا كام فيديو نتفرج عليه عشان المكان مليان حاجات كتيره جدا. يلا اشوفكم الفيديو الجاي، متنساش تعمل سبسكرايب وتعمل لايك للفيديو اذا عجبك، وشكرا، واستنى الجزء الثاني. بيس.